أنا اللي خدته يا باشا، أنا اللي خدته من بيت الكلب اللي اسمه فتحي، وأنا اللي شبطت معاه، وأنا اللي ضربته بالمطوة في بطنه. الله أكبر، الله أكبر، لقد ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. شفت يا عبد الله؟ شفت؟ أنا بستأذن سعادتك يا فندم الإفراج عن موكلي فورا وبدون أي ضمانات. بس لما نشوف الباقي شوف إيه؟ ما إحنا خلصنا يا عبد الله، إحنا بنشوف سينما صيفي. لا ما خلصتش يا متر. واضح ان انا كان عندي حق لما سبتك تحضر المواجهه دي. استريح يا متر. بصراحة يعني يا فندم أنا مش فاهم قصد سعادتك إيه. انا محتاج اسمع الاعتراف ده بشكل تفصيلي عشان اتاكد ان الحكايه مش مترتبه ما بينكم. مترتبه؟ لا مش فاهم سيادتك تقصد ايه بالظبط بعد اذنك يعني. الاستاذ شاهين من ساعه ما دخل وهو بيبص لك بصات مريبه يا باشمهندس. المفروض ان انتوا ما تعرفوش بعض. دلوقتي بيقدم اعتراف مجاني بدون اي ضغوط او حتى ادله تدعم اعترافه ده. والاعتراف سيد الأدلة سعادتك. ده لما يبقى منطقي ومدعوم بدوافع جنائيه يا متر. شاهين ملوش اي علاقه بالمجني عليه ومفيش ما بينهم اي اتصالات. واخر اتصال على تليفون فتحي كان من رقم الباشمهندس عبد الله. والكاميرات اللي اتفرجت في الحاره بتقول ان مفيش حد دخل العماره قبل الباشمهندس بساعه كامله غير 2 ستات من سكانها. والست المنقبة سعادتك. منقبه؟ وانت بقى عرفت ازاي ان فيهم واحده منقبه؟ عشان أنا اللي لبست النقاب ودخلت بيه من باب العمارة. انت؟ أيوة سعادتك، بس مش عشان خايف من الناس ولا من الكاميرات اللي انتوا حاطينها، لأ،